السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم غديوه خفيفه بسيطه، فكره هيدا الغداء او عشاء اللي هو صحي، اعتبروه صحي حيت ما فيهش يعني القلي، فيه خضار فيه سمك وكيجي خفيف يعني الحاجه ما فيهاش لي دم، كتجي مزيونه بزاف. انا عندي واحد شويه ديال الخضره غادي نعملها في الكسكاس، خضره مقطعه مشكله يعني على حسب نتوما والذوق ديالكم. كنعملها لقامه مثلا مليحه، الابزار، سكينجبير، زيت الزيتون، ديك لي زيبيس ديال اللقامه اللي فيها ازير ومخلطه كتكون، ومثل بودره ديال البصل كتعطيها واحد المذاق اللي هو هائل. وشويه ديال المليحه، زيت الزيتون، شويه ديال الليمون حامض، وغادي نعملهم كاملين في كسكاسي يتفوروا. انا جبت هاد الكسكاس عندي صغير، يعني انا عامله غير شويه ديال الخضره حيت غنرافقه مع الروز. هنا عندي السمك ديال هذا كنقولوا له حنايا بشكاديه كبيره، ما كيجيش فيه الشوك، يعني غير واحد شويه كيكون في الحواشي، في الحواشي الفوق. اغلبيه كيكون بلا يعني بلا شوك، يعني هذا مزيون يجي تصوطا هيدا في المقيله بلا زيت اولا في الجريل، هيدا يعني تشوى في الماكينه ديال الضوء، في المقله ديال الضوء كيجي حسن. هذاك الشيء اللي غادي نعمل انا. هنا قطعته، ما بغاش يتقطع لي بالموس حيت القشره ديالو الخارجيه شويه قاصحه، وغيبقى يتشنتف لي الحيمه ديالو دغيا الرهيفه دغيا كتشنتف. قلت نقطعه بالمقاس ديال المطبخ. صافي قطعته هيداك القطع الصغيره، وغادي نوجد القامه اللي غادي نعمل فيها الحوت ديالي. القامه نتوما عارفين القامه اللي كتكون في الحوت، كل واحد كيعمل الحاجات اللي كياكل. المهم انا كنعمل الحاجات اللي كناكل في الدار، اللي كياكلوا معايا في الدار، كل واحد اش كيعجبو. هنا عملت شويه ديال الربيع، الثومه، عملت واحد العريش ديال الازير طري، وعندي ديك لي زيبيس عود القامه فيها تخليطه، فيها الصحتار، فيها حتى هي ازير، فيها بزاف ديال الحاجات. وهنا عملت الزنجبيل، عملت الابزار، شويه ديال فلفل احمر بابريكا، والكركم، خرقوم، وزيت الزيتون، شويه ديال المليحه، والحامض غادي نزيد حتى هي الحامض حيت الحوت كيتواتى بزاف مع الحامض، انا كيعجبني المذاق ديال الحامض. صافي وغادي ميلونجي هاد القامه ديالي بالحوت. هذا كنت غنخليه هيدا كيعطي الريحه ساعه، قلت راه نفتحو كامل باش يدخل في الحوت كامل، باش كل طرف يجي فيه تنسيمه ديالو. صافي هنا كنعمل شرموله ديال الحوت ديالي، كل قطعه كندخل فيها ديك الشرموله مزيان. صافي هيدا غنلويهم في السلوفان ونخليهم يعني في الثلاجه حتى نبغي حيت الحوت نتوما عارفين يعني غير كيتصوطا ولا كيتقلى على حسب الرغبه ديالكم. صافي وكيتنكل في ساعته. هنايا في واحد المقله باش نعمل بصله ديالي تشحر، بغيت نعمل شويه ديال الروز باش نرافق الطبق ديالي. عندي يعني الخضروات مصوتين، بغيت نعمل شويه ديال الروز.
هنا عملت غير شويه ديال البصله، حيت هاد البصله عندي بلديه، ديك البصيله الصغيره بلديه كتكون حاره، ما بغيتش نكثر منها بزاف باش ما تبدليش المذاق. غادي نعمل شويه ديال الفلفل الاحمر، الفلفل الالوان ولا اللي بغيتو نتوما اللي كتاكلوه اللي عندكم اللي موجود كنقضيو به. دائما المراه الكوزينه كتحاول هي تسير الامور ديالها. هنا عندي شويه ديال الربيع زيت والثومه، وغادي نقلي كلشي مع بعضيتو مع ديك البصله. انا كنت مرقده الروز ديالي في الماء شويه باش كنحيد منه النشا قبل يعني، ومن بعد صفيته وحطيته هنايا. انا عندي جوج ديال الكيسان ديال الروز عملت. نتوما عارفين الروز كيزكى يعني كيتضاعف الحجم، كيتضاعف الحجم ديالو الكميه ديالو. هنا عملت واحد النص ديال الكنور ديال الحوت، اللي بغى يعملو اللي ما بغى، ولكن كيعطي واحد البنه. وهنا عملت واحد الورق ديال سيدنا موسى، مليحه، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وغادي نعمل الابزار، شويه ديال بودره البصل. هنا كانت عندي مهم حيت قشور ديال الكامبا، قشرت شويه ديال الكامبا وحيت القشور ديالها، غليتهم في الماء باش ديك الماء ديالو غادي نمرق به هذا الروز هذا باش يعطي المذاق ولوغو ديال الحوت. يعني كنقلي ديك الروز بلا ماء في الاول حتى كيتفرك مزيان، عاد كنزيد الماء. انا عندي المرق ديال الكامبا. هنا على حسب 2 كيسان ديال الروز كيعبيو 4 ديال الكيسان ديال الماء. دائما عدد الكيسان ديال الروز كيتضاعف الحجم ديالهم ديال الماء، يعني الدبل ديالهم ديال الماء. هنا فوق هاد الكريل هادي ديال الشوايه ديال الضو غادي نشوي فيها السمك ديالي. عملت فيها نقيطه ديال الزيت، خليتها حتى تسخن مزيان، عاد حطيت فيها السمك ديالي الحوت ديالي. احسن ما نقليه في المقله في الزيت، ويعني يضيع ديك المذاق ديالو. وغادي يجمع غير الزيت، هيدا كيجي احسن. يمكن له من هذا يعملوا حتى فوق المقله، نعمل غير شي مقله هيدا ما كتلصقش، يعني شويه ديال الزيت غير مدهونه بالزيت وكتشويه فوق من المقله. صافي انا خليته حتى تحمر من الجهه اللوليه ديال الجهه التحتيه، عاد بديت نقلبو بجهه اخرى باش يتحمر. يعني هذا الحوت هذا كيكون رطب خفيف، ما خصنيش نبقى نقلب فيه بزاف، يعني يتحمر من واحد الجهه عاد كنقلبو لجهه اخرى. صافي هنا الطبق ديالي كان واجد. وجدت لي تفورت لي الخضيره ديالي، اللوبيا بطاطا هيدا الجعده. خلطت شويه ديال الخضروات هيدا في الطبق، حيت بحكم هذا الطبق ما غناكلو لا خبز لا حتى حاجه، حيت الروز هو فعوت الخبز، وكيجي مزيون صحي ومتكامل ومشبع في نفس الوقت. نتمنى يعجبكم هذا الطبق. ساعه كيعجبنا نعملو هيدا شي حاجه خفيفه اللي تكون مغايره شويه على المعتاد اللي كنعدلو مثلا في سائر الايام. الحاجه اللي كتوجد دغيا، نتوما عارفين طواجن، وشد الطنجره بالخضر وصافي وكلوا زيد. مره كنحتاجو شي ماكلات بحال هيدا خفافين، كتجي الحوت هيدا كيجي طيب مزيان. هنا عندي شويه ديال كونشا. هنا الليل بغيت نعمل شي عشيوه هيدا تكون خفيفه. انا عندي كونشا، ديك الكونشا الصغيره،
غسلتها مزيان بديك التراب ديالها، حتى هي كتكون فيها التراب بزاف، كنخليها مرقده في الماء شحال عاد كنبدا نغسلها بوحده بوحده. وهنا عملت شويه ديال الثوم، عملتها في مقله، عملت شويه ديال الثوم، شويه ديال 2 اوراق ديال الرند سيدنا موسى، و2 د الفلفلات سودانيه يابسه حاره، شويه ديال المعدنوس، وهنا الزعتر، شويه ديال الزعتر من فوق، والليمون حامض. كيجي فيها حتى الخل، انا نسيت ما عملت الخل وصافي، يجي فيها واحد معلقه د الخل وزيت الزيتون، واحد الخويط ديال زيت الزيتون مليحه. شويه ديال الابزار، وسكينجبير عملتله، وغادي نخليها تقلى شويه. عملت لها حتى فلفل غبره، ما تصورش، واحد شويه ديال فلفل غبره، خليتها حتى تطلق الماء ديالها، زدت لها واحد شويه ديال الماء من بعد ما بدات تغلي، زدت لها الماء فيه النشا، واحد 2 ملاعق ديال النشا، ذوبتهم في ديك الماء وطيحتهم في ديك المرقه، في ديك الصوص، باش كتختار المرقه ما كتبقاش غلمه، كتجي خاتره وكتجي مزيونه، كتجي بحال شي شوربه هيدا، وكناكلوا لها ديك الوسط ديالها. رافقتها هنايا مع البيتزا عدلتها، فايت لي شاركت معكم لي بات كيفاش كنعدلهم. بيتزا هيدا خفيفه ديال ديك القنبه اللي قشرت قبيله مع الزيتون، جبينه فلفل. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار، نتمنىكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم والدعم ديالكم، ونتمنى تشتركوا معايا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وشكرا بزاف على المشاهده.